الطيبات والخير، ونحن على مسافة العشر الأواخر من رمضان. سيدي الله تفضل علينا بشي نصيحة إن شاء الله. الله يحفظك أسدي عادل. في الحقيقة في هذه الأيام الأخيرة كنت درت واحد التعليق في الفيسبوك، وأكيد أنه يكون شافوه الناس، وقلت بأنه القلب الإنسان كأنه سيارة يعني تضرب في الماء. ودابا أنا نصيحتي لكم في هذه الأيام المباركة أن الإنسان يغتنم هذه العشر الأواخر، لأن حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي تروى عليه عن سيدنا جبريل من كان طالع المنبر فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يغتنم هذه العشر أيام الأخيرة، لأنها هي النتيجة اللي كيقلب على الإنسان في هذه الحياة كاملة. وإذا استطاع أنه يبكي، اللي استطاع أنه يبكي على سيدي ربي يبكي، لعل ديك الدموع تكون شافعة له عند الله تعالى، فيكتبون وإياه من عتقائه من النار، إنه الولي على ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك سيدي الله. اللهم اجعلنا من عتقاء من النار.